لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسل رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم 17/10/2023 محاكمة الجندي بالنمرة 66/2019/0193 جندي حكيم بابكر حامد تية تابع لكتيبة 252 إشارة كادوغلي بتهمة مساعدة العدو، حيث أنه قام بمساعدة العدو بالاتصال عليه بالتلفون عند هجوم قواتنا على محطة صخر الضيق. القرار إن شاء الله بإذن الله الساعة 11 اليوم. جندي حكيم بابكر حامد تية التابع للكتيبة 1252 إشارة كادوغلي بالمحاكمة هذه المحكمة محكمة الميدان الكوري 14 مشاة كادوغلي بموجب مجلس تحقيق والادعاءات وعن بحال المحاكمة بدعوى مخالفته للمادة 147 ج من قانون القوات المسلحة 2007/2019 مساعدة العدو. قررت المحكمة إدانة المتهم نمرة 66/2019/0193 جندي حكيم بابكر حامد تية التابع للكتيبة 252 إشارة كادوغلي تحت المادة 147 ج من القوات المسلحة 2007/2019 مساعدة العدو بفوق المتهم. عندك أسباب مخففة للإدانة محكمة حكمت محكمة الميدان الكبرى من عقد 14 مشاة كادوغلي حضوريا على المدان نمرة 66/2019/0193 جندي حكيم بابكر حامد تية بالإعدام رميا بالرصاص الطرد من خدمة القوات المسلحة اعتبارا من اليوم 17/10/23 ترفع لجلالة التأييد. محكمة ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.